7 القرون هذه في عهد الموحدين كنا تنوجدوا وباقي تنوجدوا ما لذ وطاب شهوات الدجاج، البقري، الغلمي، الجملي والحوت. في كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس كنلقاو واحد الوصفة سميتها المدهونة وكتصوب بالدجاج، وكيقول الكاتب تؤخذ دجاجة منظفة وتترك صحيحة. بالنسبة لغسيل الدجاج نحكوه مزيان بالملحة والحامض ونبيتوه مرقد في الحامض في الثلاجة. وتيقول الكاتب وتدهن بزيت ومري، والمري هو واحد الصلصة كانت تتصوب من مكونات مخمرة، حنا ما غاديش نديروه. وتيقول ويسير خل، حنا غادي نديرو المصير، وتوم مدقوق وفلفل وكمون ويسير زعتر. في قواميس اللغة العربية ما كايناش الزعتر، كاينه زعتر بالسين او بالصاد. نزيدو شويه الخرقوم، نحكو شويه الزعفران شعره. وتيقول وتدهن الدجاجة من كل جهة ظاهرا وباطنا. حنا غادي نغطيوها ونخليوها تشرب الشرمولة. منين جات كلمة شرمولة؟ جات من واحد الكلمة لاتينية من القرون الوسطى اللي هي ساليموريا، مكونة من 2 كلمات. سال هي الملحة وموريا هي الموري اللي دوينا عليه قبيله واللي كاين في كتب الطبخ ديال الموحدين والمارينيين. منين تشرب الدجاجة شرمولتها ندخلوها للفران، حسبوا تقريبا 25 دقيقة كل نص كيلو، يعني الدجاجة إلا فيها كيلو ونص ساعة وربع. دابا غادي خصنا شي حاجة باش نرافقوا الدجاجة. في نفس الكتاب غادي نلقاو البيض المحشو. تيقول الكاتب يسلق البيض وينقى من قشره ويشق نصفين وتخرج الفصوص يعني المحاح، ويرمى عليها كزبر أخضر وبصل وتابل. نتوما واللي بغيتو في العطريه، انا غادي ندير شويه البزار، شويه التحميره ومليحه. وتيقول وتصير عجنه ويحشى به البيض. هذه الوصفه كتشبه بزاف لواحد الوصفه فرنسيه سميتها لي زو ميموزا. هي في الصراحه لي زو ميموزا اللي تيشبهوا ليها، حيت لي زو ميموزا ما وجدوهم الفرنسيين حتى القرن 18. وتيقول ويربط بخيط ويمسك بعود صغير ويحل شيء من بياض البيض ويدهن به ويغبر بغبار الدرمك، والدرمك هو الدقيق الصافي، وتلقى بزيت بنار لطيفة. ومن بعد ما يتقلى البيض ينطر عليها سداب، والسداب هو واحد العشبة كنسميوها في المغرب الفيجن، وهي راه الفيجن بالنون كانت تستعمل للفوائد الطبيه ديالها. حنا غادي نديرو عليه شويه المعدنوس من بعد ما ندوروه بالدجاجه. حكايتنا سالات وشهيوتنا وجدات. ايوا جربوها فهي طيبه عجيبه.